السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم سعد المصري معالج الرفلكسولوجي والشياتسو. النهاردة ان شاء الله بنتكلم على الامراض والمشاكل الصحية، ازاي نتجنبها وازاي نعالجها، اوجاع العنق وقلة الحركة والاصابة في الدفع المخي، او بعض الناس اللي هي بتصحى من النوم وتلاقي فيه مشاكل عندها في الرقبة. دي علاجها سهل جدا جدا ان شاء الله. نقدر بطريقة بسيطة جدا، بره بنمسك صباع الابهام، من صباع الابهام دون بقدر ان انا احركه حركة دوران باتجاه عقارب الساعة بهذا الشكل طبعا، وبحاول اضغط بره كده على الغدة النخامية، بحاول ان انا الفه كده. المدة بره بتستغرق من حوالي 5 دقايق الى ربع ساعة، وبعد كده بنرجع تاني في الاتجاه المعاكس، لان ده بيساعد على مواجهة تصلب العنق وبيزيد من حركتها بهذا الشكل. واعكس مرة اخرى كده عشان اعمل عملية ليونة لفقرات الرقبة. كمان 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. تمرين سهل خالص على فكرة. ناس كتير جدا مستغربة، والناس بتتصل بيا ويقول على فكرة يا دكتور احنا عملنا اللي انت قلت عليه وفعلا اتحلت هذه المشاكل ومشاكل العنق. للتواصل معايا الرجاء الاتصال على 012 36 90 535 او عن طريق الايميل سعد_استاذ اونلاين @yahoo.com. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.